السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بحول الله وقوته نفصل وياكم بشت أو نشتغل عليه. هذا موديل الورد مالتنا اللي أنا سابقا مشتغلته ومنزلته بالبيج وعلى حساب اليوتيوب. اليوم نفصل وياكم هذا البشت ونشتغله خطوة بخطوة وياكم وإلى أن نكمله للنهاية. تمام بنات؟ البشت مالتنا اليوم الموديل مالته بشت عدل، ما بي دبل كلوش. اكو بشتات تكون كلوشه، اكو بشتات بيها كسرات، اكو بشتات بيها قصه. البشت مالتنا ساده، ما حبينا لا نضيف قصات ولا نضيف كبسات، لان جماليته بهذا الورد، جماليته بهذا الورد اللي راح ينزل على الردان او على الاطراف. البشت مالتنا اليوم كالعادة والأفضل إنه للبشتات نضيف هذه المساطر تنطيها جمالية وفخامة. عندنا القطعة 2.5 متر. تمام، القطعة 2.5 متر. هنا استخدمت قماش لينن، لكن اللينن هذا درجة أولى وحلو مو الخفيف العادي. أول خطوة طلعت من عندها هذه المساطر، كل مسطرة القياس مالتها كف مفتوح، يعني 15 سنتيم عرض كل مسطرة. طلعت مساطر 2. هنا أنا من طلعت مساطر 2 من القطعة، راح تبقى القطعة من أجي الخطوة الثانية أطلع منها الردن، راح يبقى عندنا جزء قليل من القماش. القماش اللي راح يبقى عندنا بهالحالة ما يكفي بشت قياس خاص. تمام بنات؟ ما يكفي أخيط بشت قياس خاص، فيكفينا اكس لارج تو اكس لارج. اوكي بنات؟ إذا تريدون القياسات الأكبر تجيبون 3 مترات. ليش؟ لأن عندكم مساطر ولازم شوية عرض وللوزن وهاي الأمور. هسه راح أطلع الردن منها بهالطريقة. هذه القطعة هاي طبقت الحافة على الحافة مالت اللينن، راح أطبقها بهالشكل هذا. هذه هواية، هذه هواية، بس هو أنا شو أسوي؟ يعني بكل الحالات لو طبقته من العرض هيجي نفس القياس. ليش؟ هنا اليوم أنا عندي ورد بنات، اليوم أنا عندي ورد. الردان بشكل عام للبشت للدشداشة العدلة كم شبر أنطيها؟ 3 أشبار، شبر شبرين 3. لازم أنا وين أوصل؟ لازم أنا أوصل إلى هنا. تشوفون بنات؟ اليوم أنا عندي هاي الكيبورة، الكيبورة ما أريدها تنزل فوق الردان، أريدها قبل الردان، يعني أريدها بهالشكل هنا. تشوفون بنات؟ الكيبورة أني أريدها اليوم تبرز. إذا الكيبورة شقد عندي؟ الكيبورة عندي كف مسدود. باعوا أقيس، خليت الكيبورة هنا بعد ما أكف الردن أو أضربها أوفر وجه، شقد هذا اللي يكفيني من الكيبورة؟ كف مسدود. إذا أقلل من 3 أشبار كف مسدود. تمام؟ نرجع اليوم نغير القياس مال الردن، ناخذ شبر شبرين، هاي 3 أشبار. تمام؟ خلي أطلع من هالكف المسدود. إذا هذا الحد مالتي مال الردن اللي محتاجته، نقصه بهالشكل. هاي القطعة راحت للردن. أوكي بنات؟ هذه القطعة طلعناها، هذه شبر شبرين. نخلي الورد مالتنا، تخيلوا هذا الورد مخيطيه شبر شبرين 3. دا تشوفون بنات؟ تمام. هسه نخلي الردن جانبي، بعدين نكمل فصال المساطر والردن. نيجي للفصال الاساسي مالتنا اللي هو فصال البشت، ايش قد نطلع له وشلون نقيسه. نيجي نخلي حافات اللينن للاعلى. هذا هسه مو عندنا اللينن، نطبقه 4 طبقات. نطبقه بنات 4 طبقات، ما اخلي اكو موديل بشتات اخلي فرق، يعني من بعد حفرة الرقبة. يلا اني هسه هذا طويل كلش، هسه اشرح لكم. اكو موديل من بعد حفرة الرقبة، يلا اخليه. شوفوا بنات، طبقت 4 طبقات. باعوا مو اكو القصة عوجة مايلة مدري شنو، اكو اشكالات بالقماش، خليته هنا اساويه عدل. طبعا هذا الجزء المسدود صار هنا يمي،
ركزوا وياي بنات، اليوم ما احتاج اخلي الجزء المفتوح، عادي اخليه هنا اخليه هنا، ما عندي مشكلة. ليش؟ لان اصلا ورايا اعلمكم شلون تقصون الحفرة مالت البشت اللي بيه مساطر. البشت من نضيف له مسطرة فصاله يختلف عن البشت اللي نكفه كفة ام الاصبع برم. دا تفهموني؟ فرق عن البشت اللي نقصه برم. شوفوا هسه هذه، انتبهوا للحاشيات، ما ادري مبينه او لا، هنا فرق، هذا عندي زياده اذبه بالحفره. اوكي بنات، هسه نتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي اسحب هذا هنا حتى تكون الصوره اوضح. نجي لقياساتنا. ماما طلعي لي قياسات خاله. هذا نعدله، نقص الزايد بنات، نقص هذه الصبعين زياده، لان اصلا هو هسه هذا البشت كلش طويل. ما ويا قياسات؟ قياسات خاله نجلاء. هيانا ماما جو الاقمشه. شوفوا بنات، بشكل عام مثل اي قماش مثل اي فصال، ايش انزل اصبعين اي ما يعادل 3 سنتيمتر الحفره الرقبه، انزل اصبعين ما يعادل 3 سنتيمتر، انزل العمق مال حفره الرقبه 4 اصابع ما يعادل 8 سنتيمتر. اوكي. تذكرت هي قياساتها بالواتساب، والواتساب هنا، يلا انطيها زياده. شوفوا بنات، هذه اصبعين وهذه 4. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اولى خطواتنا، حفرنا الرقبه. نيجي نزال الكتف شقد؟ اني انزل بيه اصبعين. وانطيتكم سابقا ملاحظه، لو كانت الزبونه سمينه، لا تحفرون اصبعين، حفروا اصبع ونص زياده. شوفوا هساني نزلت اصبعين وهوايه اصبعين. الزبونه عندي هنا ضعيفه، الزبونه الضعيفه نزلوا بيها اصبعين، بس اذا زبونه ضخمه وسمينه كتفها كلها لحومات ما يحتاج تنزلون اصبعين، اصبع واحد كافي لان تشيله بكتفها. دائما او تقريبا القاعده الاساسيه الاولى بعرض الكتف النسائي هو شبر، اي ما يعادل 20 سنتيم. دائما او القاعده الاساسيه بعرض الكتف النسائي هو شبر، تقريبا ما يعادل 20 سنتيم. بس احنا لازم ننطي فوق ال20 اصبع علما للخياط او للرهاوه، خاصه هناش عندنا مو فستان، اكو فصالات بنات لازم تراعون رهاوة الكتف بيها. لو كان فستان خلي يصير ململم ومزموم على الكتف يطلع افخم واحلى، بس هذا بشت، هذا راح يصير مثل الصاية، اصلا هي دت لبسه كصاية، يعني يعني لبس محجبة مستور، لازم برهاوة بفضفضة ما يجي الكتف خنقة. تمام. شوفوا شنطة شبر وهذه الاصبع ونص للكتف. النزال اني عندي مثل ما شرحت هسه، حتى لا يشيل من الابط وحتى لا يشيل من جوه وحتى لا يصير اشكال. ايش قد ننزل؟ نترك هذا الاصبع منا للخياط. تمام بنات. من بعد الاصبع من منطقة الكتف، هذه نقطة الكتف اللي حددناها، من نقطة الكتف هاي انزل شبر عميق. تمام. اي ما يعادل 20 سنتيم. شو اسوي؟ حددنا منطقة دوران الصدر. ايش حددنا؟ منطقة دوران الصدر لازم نخطها بهالشكل هذا. هسه اني دائما ما انزل، ما عندي قياس دوران الخصر لان ما اعتمد باغلب خياطاتي، رأسا انتقل من نقطة نزلة دوران الصدر لحد نقطة دوران الورق. أنا المفروض أخذها على الملكان وعلى الزبونة، بس ما يحتاج، يعني شلون نقول، أنا عندي خبرة من زمان وعابرة هاي الأمور. هنا نجي للقياسات العادية، شبر و4 أصابع، شبر و4 أصابع، بس إذا كانت الزبونة طويلة ننطيها شبر و5 أصابع. أنا زبونتي مو طويلة، قياسها 150، راح انطيها شبر و4 أصابع واحدد نقطة دوران الورق. تمام. هذه نقطة دوران الورق. اوكي. طلعنا نقطة الكتف، طلعنا نقطة الصدر، نقطة دوران
الورك. هسه نجي ايش قد عمق الصدر، ايش قد عمق الورك. هنا اني ما عندي دشداشه رياضي، اني عندي بشت يعني لبسه مالت طلعه، لبسه فخمه وراقيه، ما عندي بعد اشبار. هنا كت نتوقف، عندي قياساتها. ايش قد محيط الصدر مالتها، اني اقيس على الانش. طبعا هذه الرموز تعالوا اعلمكم بنات. الشريط القياس به هذه السنتيمات، هذه نسميه سنتيمات، هذه نسميه انشات، انش او انش. تمام بنات؟ هذا اصلا المفروض احنا كنا نشتغل على هذا، ما نشتغل على السنتيمات. ليش؟ كل انش او كل انش هو يعتبر اكس لارج. يعني مثلا عندنا كل ما تزيدين، مو قلت لكم كل قياس تزيدين اصبعين اصبعين اصبعين، وهسه راح اشرحها على البشت القياسات العاليه. يعني فرق من القياس الاكس لارج 2 3 4، كل قياس يزود بالملابس الجاهزه يزيدوا لك انج، تفهمين؟ وهكذا. هسه انا عندي محيط الصدر مالتها 40، يعني ايش قد كم انج؟ 10 انج. هذه ال10 انش اخليها، خلي اقلبها على هذا السنتيمتر 26 سنتيمتر. اني هنا الخانم سمنانه، فايش راح ازيد؟ راح ازيد اصبعين. الخانم منا سمنانه راح ازيد اصبعين. فرق السمن مالتها، ولان هو بشت صايه يعتبر لازم يكون عريض ومستور كون لبسه اسلاميه. دوران الورك مالتها 48. تمام؟ 48 أنا راح أسويه 50، لأن قلت لكم هي سمنانة. يعني دوران الورك راح أخليه 12.5 إنش. عرفتوا بنات؟ يكون عندي ربع ال50، 12.5 إنش. تمام؟ .11 11 12.5 راح نخليه 13 ويا الخياط. اوكي بنات، هذا محيط دوران الورك مالتها. هسه شو نسوي؟ لانه احنا عندنا هو لبس شرعي، خلي نكمل شلون راح نطلع الخصر. اجيب المسطره، اربط هذه زاويه الدوران الورك مع زاويه دوران الصدر واحددها بهالشكل هذا. تمام؟ ادخل من المنتصف. تدرون هذه قاعدتي بالملابس وحتى ملابس الطلعه. ليش؟ انا ما عندي فستان، الفستان له قياسات خاصه. منطقه المنتصف اطب اصبعين، هاي الاصبعين، من الاصبعين اطلع تقويسه بهالشكل هذا. شوفوا بنات، اطلع تقويسه. كملنا هنا. هسه ننتقل وين؟ نرجع لنقطه الصدر. هذه نقطه الكتف بنات، نهاية نقطة الكتف أجر خط. ليش جريت خط؟ وش أسوي بالخط؟ وهل ضروري الخط؟ إيه، من جريت خط من هنا بنات، من جريت هذا الخط منا. شنو الفقرة اللي راح أسويها؟ شنو المهم بالموضوع؟ ليش جريت الخط وضروري الخط؟ هسه أشرح لكم. إيش قد عندي هنا عمق؟ أجي أقيسه. من بعد هذا خط الكتف نسميه خط الكتف. من بعد خط الكتف الدوران الصدر ايش قد عندي؟ 7 سنتيم. شو اسوي؟ لازم ال7 سنتيم اطلع بيها منه. شوفوا بنات، هذه 7 سنتيم، هذه 7 سنتيم. صارت عندي زاوية متوازية الأضلاع. هذه 7 سنتيم، هذه 7 سنتيم. ليش؟ هذه من بعد ال7 ما نحفر، نجي عدل خط عدل. من بعد ال7 نبدي نقوس. زين، من نبدي نقوس اكو بيهم شايفه خياطات ومحترفات وما شاء الله، اجت لك وزت زت 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 بالمقص ونزلت منها هيك قبل باعوا هيك تحفر. شوفوا ركزوا ايش سويت هنا. باعوا تشوفون هيك تحفر منها. ايش طلع عندي؟ هاي حفرة ابط لو مربع. لو الثانية شو تسوي؟ هاي مو منا، هاي وحدة منا أنا تحفر لي. الثانية شو تسوي؟ اجتي منا
من الكتف، وزط زط 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 بكيفها هيك سوت لي 7. اي ادري عندي قصة رياضي اني بالقرآن مرة حاضرة وحدة من الخياطات حفرت هيجي، ومن الخياطات اللي كلكم متابعاتها وترند وماشيات على فصالها، ما اذكر اسم، عبالي دا تفصل رياضي. ادري تقصي هيجي على اي اساس؟ اكو قاعدات للحفرات، اكو قاعدات للفصال، ما يصير لو تشرحون بتعلمون العالم عدل لو لا تعلمون، والله حتى تصعدون حساباتكم وتكسبون بنات تشتغل وتخيط عندكم. المهم نمسح هذا. هسه تقولوا لي لعد شنو الحل ام فاطمه؟ شنو اللي تريديه؟ شنو القاعده الاساسيه؟ هذه 7 هذه 7. شو اسوي؟ اطلع 3 سنتيم، باعوا بنات من هذه الزاويه اطلع 3 سنتيم واحددها منا، يعني ايش قد اطلع؟ اصبعين، اطلع اصبعين 3 سنتيم، اربط هذه النقطه بهذه النقطه. تمام بنات؟ اربط هذه النقطة بهذه النقطة، من الكتف الى حد نقطة ال7 انزل عدل، لا اطلع لي برا. شوفوا اذا طلعت مثل خياطتنا الحنونة اللي جابت مثل القص الرياضي، هذا راح يصير زيادة على الكتف. الكتف عبالك هيجي بوطة تصير بالكتف، الكتف هيجي يبوط، الكتف هيجي يبوط. اذا اتبعنا الخاتونه اللي جرت عدل، واذا اتبعنا الخاتونه هاي لهنا، ايش راح يصير عندنا من جوا الابط؟ الابط راح ينشال هيج، الابط راح ينسحب هيجي، كل ما تتحركين الابط ينسحب هيجي. وشي يصير عندنا؟ منطقه الصدر اذا مخيطه قميص تنفتح، منطقه الصدر اذا مخيطه قميص تنفتح. فهو ما اجتي هاي القياسات اعتباطا، الكل شيء يكمل شيء والسلسلة متواصلة. تمام بنات؟ هسه نجي نحفر لو اشرح لكم شرح بسيط شلون تزيدون بالقياسات. خلي اشرح لكم شرح سريع شلون تزيدون بالقياسات. اذا تريدون البشت قياس اكبر من هذا شو تسوون بنات؟ اذا تريدون البشت اكبر من هذا القياس، هسه هذا قياس 2 اكس لارج 1 اكس لارج 1.5، لان هو راح يكون مفتوح، وقلت لكم فصلته بشكل شرعي فضفاض وراهي مو فستان مخصص. شو تسوون اذا قياس خاص؟ اول خطوه تزيدون اصبعين فوق الشبر، تزيدون اصبعين للكتف. نجي يا خطوه البارحه اللي شرحناه بالرياضي، نرجع لخطوه الاصبعين. ليش خطيتي برا اصبعين؟ وين خطيت برا اصبعين؟ يا اصبعين، يا اصبعين، هذه لو هذه، وين البرة؟ هذه الخياطة العوبة، خلي اقول الخياطة العوبة. اكو خياطة عندنا ترند بالتوك توك تفصل هيج، ما تفصل على هاي الزاوية. أنا ما خطيت، هذا غلط وهذا بالبداية غلط، هذا الصح اللي بالمنتصف اللي علمتكم عليه. بداية القماش هذا مال الكتف حبيبي، هذا يروح خياط للكتف، هذا يروح خياط. شوفي هذا الأصبع يروح خياط من بعد الكتف، هذا اللي يروح خياط. ايش قد اقيس نزلة الأبط؟ شبر ضبط. للقياس لارج سمول لارج اكس لارج 2 اكس لارج. فهمتي حبيبتي؟ تمام. هسه اذا اجي اكبر القياس نرجع النظرية مو هنا لعد وين؟ والله سودنتني. حمود الشمري وين عندي الجيران الاصبعين؟ خلي اعوف الشرح. يلا حمود الشمري وين الاصبعين اللي تسألين عليها؟ لا ما احسنت الشرح، خلي اشوف حمودي شو تريد، وين الاصبعين اللي تسأل عليها؟ يلا جاوبيني، ترى متوقفة من الشرح وتوقف اللايف وتوقف كل شيء، ما تكتب. نكمل بنات. هاي الظاهر ما مركزة بالشرح، مو زهقت لعد صار ساعة اني ششرح دا اقول اذا طلعتي لي برا غلط واذا طبيتي لي جوا غلط، هاي غلط وهاي غلط، وتجي تقول لي ليش سويتي صبعين؟ قاعد اشرح الاغلاط اللي توقعون بيها، واللي الاغلاط المشكلة خياطات محترفات دا يشرحنها الجن وانت
وكلن تركضن وراهن واني واقفه واشرح وحلقي يابس، وتجي تقول لي يا ذا مالتيش الاصبعين، هذا الخياطه العوبه اللي طلعت بيها، وهاي الخياطه العوبه الثانيه اللي طبت بيها. يلا ارتاحيتي بنات؟ اذا نكبر القياس شو نسوي؟ هذه الاصبع نزيدها للكتف اصبعين، هذه نريد قياس 3 اكس لارج. شلون ازيد ام فاطمه 3 اكس لارج؟ تخلين اصبعك هنا، هذه اذا زيدتي اصبعين صار هذا مو 2 اكس لارج، صار 3. منطقه الورك ما ننساها، هم نزيد اصبعين، نزيد اصبعين منا. اريد 4 اكس لارج فوق هاي الاصبعين تردين اصبعين مثل ما البارحه شرحت بالرياضي، تمام؟ تريدين 5 اكس لارج فوق الاصبعين مال 3 4 5. ايش تبقين تسوين حتى ما صعبها عليك؟ ما اقول لك ال4 اكس لارج 4 اصابع وال5 اكس لارج 6 اصابع، لا، اتبعي قاعده 2 2 2 2 2 2. كل اكس لارج زيدي زيدي 2 2 2. فهمتوني بنات؟ فهمتوني بنات؟ يلا تكبيساتكم حتى نكمل الفصل. الكتف هم الزايدين 2، اوكي زين. الابط يبقى نفسه لو هم ننزل 2، لازم ننزل 2. فهمتوا بنات؟ لازم ننزل 2 3 4 5 اكس لارج، ما يصير هذا الابط يصير ضيق عليهن. فوق هذا الشبر ننزل اصبعين، فوق هذا حد الورك اللي طلعناه الشبر و4 اصابع ننزل اصبعين. بنات اختصرت لكم السالفه بالرياضي وبالعدل، اتبعوا قاعده 2 2 2 2. بكل شيء تزيدون 2 2، فصلوا واذا طلع غلط. ومن الكتف هم ننزل اي هذه من الكتف، اني مو انطي للسمول لارج اكس لارج شبر هنا، اذا 3 4 5 انطي شبر واصبعين. او للورك هم تنزلين باعي، او للورك هم تنزلين نقطه دوران الورك. وتبقى العرض كل ما الزبونه اسمن باكس لارج تزيدين اصبعين، 4 اكس لارج اصبعين، 6 اكس لارج اصبعين. كل اكس لارج يجي عندك زياده فوق القياس الاساسي هذا المعتمدي احنا تزيدين اصبعين. تمام؟ ليش؟ والله فهمينا قلتي 6، والله افتهمنا. لعد شنو الكاسيت اللي يقطع؟ لامار يمك البث دا يقطع بنات، يمكم كلكم البث دا يقطع، لو بس يم لامار حتى اكمل فصال. بعد منطقة المسطرة كلش مهم بنات، جاوبوني. يلا هسه اجي احفر. طبعا انا انطيت الزيادة، انطيت كل شيء. شوفوا لحد الان نازلة عدل، ما ميلت، حتى الكتف يبقى عدل، الكتف ما يقعد عندي مشنوط ولازم. منا لحد نقطة ال7 اللي حددتها، وانتظروا نقطة ال7 عندي بعد شغل بيها، مو عبالكم انتهت نقطة ال7. تمام؟ زين. ها بنات، من راح ازيد اني من هنا، تعالوا من راح ازيد منا لازم انزل منا، فهاي ما راح تبقى 7، ال7 راح تصير هنا 15 تصير 20. فهم منا نصعد نفس الشيء للسمينة حتى الحفرة تكون لي برا. بغير فصال اكملها وياكم. وراح اطلع بشكل عدل او شبه المائل على قد ما تساعدني القماشه. ماما جاوبهم، قول لهم ماما بلايف دا تشرح ودا تسجل، من تخلص تتصل بيكم. الو. باعوا بنات، هو يعني المترين ونص ما بقى بيها كمية قماش هواية، تقريبا هذه 2.25 متر اللي بقت عندي. طلعنا منها الردان او اقل، هذه هسه نذبها. هسه شو نسوي؟ كملنا القياس والشرح الاساسي. شو نسوي بنات؟ هذه قطعة الخلف كل شيء بعد ما عندي بيها اخذها اصفطها اخليها هنا. نجي هسه القطعة الامام ايش قد نحفر وشلون نسوي ابعاد البشت. هو مفتوح او اني فصلته مسدود، شلون وليش؟ عادي، اقدر اخليه مفتوح من قدام او اقدر اخليه مسدود. هسه ارجع اطبق القماش وافتحه وياكم.
اعتبروه مفتوح. خلوكم وياي بنات، اصفطه عدل، اخلي الزيادة هنا. اعتبروا هذا البشت مفتوح، اوكي؟ اعتبروه من هنا مفتوح، ما عليكم بالقصة مسدودة. ايش راح اسوي بنات؟ ايش راح اسوي؟ اعتبروه هذا مفتوح مو مسدود. ايش اسوي؟ اجيب المسطرة مالتي واحدد. هنا بعد اني ما عندي حفرة صدر، هنا ما عندي حفرة صدر. ايش اجيب؟ المسطرة هذه مالتي من هاي النقطة مال الرقبة، اجي وياكم نقطة نقطة من نقطة الرقبة واجي الى وين تنتهي المسطرة، او تقريبا النزلة شبر شبرين 3 شبارة لحد نقطة الورك. اجي هذا هي بهالشكل هذا احدده واقصه. شوفوا بنات، حددته واقصه بزاوية حادة. دا تسمعوني بنات؟ بزاوية حادة ويا نهاية حفرة الرقبة. شوفوا بنات، بزاوية حادة. زين، احنا عندنا مسطرة. المسطرة من راح نرجع نخيطها لازم شو نسوي؟ واغلبكم بنات توقعون بهذا الغلط. تكبيسات بنات، يلا وصلونا ل 200 حتى نكمل 300 ويا الخيار. اللايف نزل. هذه المسطرة من اجي اخيطها راح تقفل عندي الرقبة، راح تقفل عندي الرقبة. تمام بنات؟ ايش لازم شو اسوي؟ ايش قد المسطرة؟ ركزوا وياي، المسطرة على الطبقة ايش قد؟ قلنا 4 أصابع. تمام؟ لازم اني ارجع اقص من منطقة الكتف بشكل عدل الى نهاية البشت. ايش قد اقص؟ اقص 2.5 إصبع. ليش 2.5 إصبع؟ هذه 2.5 إصبع هنا، ويروح واحد منها خياط، راح تقعد المسطرة هنا تكمل هذا اللي راح ينقص. اذا اجي من هنا على 2.5 إصبع اقصه بهالشكل من البداية الى طرف البشت بالنهاية. شوفوا بنات، او نجي بزاوية حادة، اهم شي زاوية حادة. شوفوا هذه المنطقة اللي هنا شلون عبرتها. هذه المنطقة من اجي اخيط راح تصير كسرة هنا، فراح اكمل زاوية حادة بحيث المسطرة من اجي اثبتها ما تبوط ما تكرمش. باعوا الى ان اقلل منها ما اكمل. بعد منطقة الورك ابدي اطلع قليل. شوفوا بنات، خلي افرق لكم. بعد منطقة الورك ابدي اطلع اقل اقل الى ان انهي باصبع واحد. انهي هذا باصبع واحد، مو ابقي 2.5 إصبع. شوفوا بنات، اصبع واحد منا وخلاص انتهينا. ما ابقي 2.5 إصبع مثل المنطقة الكتف والصدر. ليش؟ لان راح اجي اني اعوض. شوفوا بنات، هذه المسطرة مالتي اللي راح ارجع اخليها اخيطها من البداية الى النهاية. رجع عرض البشت المطلوب لو ما رجع. شوفوا، من اشيل المسطرة هذا قصيف اكيد، لكن عندي اني مسطرة من اجي اخيطها وياه راح يرجع عندنا الطول. والفقرة الاهم صارت عندنا قصة. انتبهوا، راح تشوفوه بالخط الابيض، صارت عندنا قصة عدلة. دا تشوفون الخط شلون مستقيم وعدل؟ دا تشوفون الخط مستقيم وعدل. من تجون بنات توقعون بغلط، ركزوا وياي بنات تكبيساتكم، ركزوا وياي دائما شو تسوون. وحتى اني من كنت مبتدئة شو اسوي؟ احفر الصدر، مو هي الحافة كانت مدورة، نقول هاي حفرة الرقبة كمثال، هاي حفرة الرقبة. من حفرة الرقبة شو تسوون؟ تدخلن هيجي لو مدور، وتجن تخلن المسطرة من هنا وتجن تكملنها هيج. من تكملنها صار هنا، باع صار هنا، صار زيادة بالقماش وبوطة، لان هنا اكو زاوية كسرة، فما يصير اكو
اكو كسرة بالبشت، هذه لازم نسوي لها تغليفة او نسوي لها مسطرة دفن. اكو بنات يتبعن ابو المسطرة ويا هاي القصة المسبعة او المدورة منا وهيك تجي بيها كسرة، تجي زاوية وبيها كسرة راح يبوط منا، لهذا يصير البشت هيك مكرمش ومعرج. خلصنا شرح المسطرة. شنو عندنا بعد مهم بالبشت وليش احتاج نقطة ال7 سنتيم هذه؟ تشوفون بنات ليش احتاج نقطة ال7 سنتيم وشنو بعد عندي؟ هذا كله وما خلصنا. هاي نقطة ال7 سنتيم شو اخلي؟ ركزوا وياي، هاي ما اعرف شنو اسباب. اخلي اصبعي هنا، شوفوا بنات، اخلي اصبعي هنا واحدد بالصابونة. من هذه المنطقة اطلع النقطة الصفر بهالشكل، ومن هذه المنطقة اصعد الكتف نقطة الصفر بهالشكل. تشوفون هاي ضرورية. ومن راح اقعد هسه اخيط البشت وياكم والبس الملكان اشرح لكم شنو اللي صار وشلون تقعد حلوة. البارحة بنية سألتني، طبعا من الكتف كل شي ما اخذ، ابدي من نقطة الصفر وشوية شوية شوية ادخل، مجرد اصبع واحد اخذ. شوفوا هياني، تشوفون بنات كمية القطعة اللي قصيتها، هذه تقعد الكتف كلش حلو. كملنا هسه شرح البدن الاساسي مالت البشت. بعد عندنا شو نكمل شرح الردن. نرجع للردان مالتنا. هذه الردان، هاي المسطرة الثانية. احنا الردان نطبقيها 4 طبقات، يعني مال ردانين. هذه ردن هذه ردن. اشقد اخليه على نفس الطبقة وهواية. اشقد احتاج هو صح بشت، بس قلت لكم البنية مو سمينة كلش ناعمة، بس هي حابتها عريض. ناخذ شبر و3 اصابع. عرض الردن ناخذ شبر، وهاي 3 اصابع. تمام؟ قولوا تمام. هاي شلون لازم اقص هذا الزايد. شوفوا بنات هسه افرها اشرح لكم ايش قد القياسات مال حفرة الردن. هذا عندي الاسفل، يعني اسفل الردن اللي راح يتخيط بيه الورد. العمق مال نزلة الردن هاي هيك الحفرة، ايش قد ادخل بالنسائي وايش قد ادخل للاطفال. للنسائي كف مفتوح يعني 15 سنتيم واحددها منا. شوفوا بنات ايش قد هذه الدخله من هنا لهنا، العمق 15 سنتيم. اجي اقسمها بالنص او اريد اقسم هاي بالنص، يعني اسوي 4 مربعات. يعني هذا هيك شرح بسيط. المربع الزاويه الفوق اطلع بيه لي برا، المربع بالاسفل ابقيه. او اذا انت محترفه وتقدرين تقصين هو كيف، او تبدين تحفرين الردن بهالشكل هذا. تمام؟ نحدد نقطة المنتصف حتى تقعد على الكتف. هذه من هنا يعني هي تقريبا تريد قياس وردتين، راح انطيها شبر. هذه الشبر هنا. اجي اكمل واثبت الورد واشوف اذا محتاجة بعد ازيد انطيها. هاي الردن طلعت عندنا. لو ردن اطفال يعني عمر 6 7 8 9 10، هم ننطب كف؟ لا ما ننطب كف مفتوح، نطب كف مسدود او 4 اصابع. العمق مال هاي شوفوا هسه بنخلي كفي كف مفتوح، بس للاطفال ايش قد كف مسدود، فرقت 3 اصابع او 4 اصابع. شوفوا 4 اصابع وتبدين تحفرين هاي التقويسه. هسه كملنا.